السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد. عرفتي اول حاجه فاش بديت كنصور في هذا الفيديو غتقولي بدر شحال مابقيتش كتصور في شي بلايص بحال هادو، شي بلايص زوينين، شي بلايص فيهم الماء. فعلا كان شحال هادي كنصور في بلايص بحال هادو فاش كان شويه الوقت، ما كنتش تابع الدولار بزاف، يعني مشات ديك الايام. ما علينا. اليوم ان شاء الله غادي نهضر على واحد الموضوع ديال ALC اللي كان واحد السيد من الفالورز ديما كيسولني عليه، وبطبيعه الحال غنعطي الراي ديالي والتجربه الشخصيه ديالي انا في ALC. فاش كنديروا ALC هو American Language Center، راه كاين في شارع مولاي يوسف في كازا، وقع كاين حتى في طنجة، يمكن كاين حتى في شي مدينه اخرى، ولكن انا اللي قريت فيه راه كاين في كازا. هذا شنو كيدير؟ كيتعلموا فيه اللغه بطبيعه الحال غير من السميه ديالو، سميتو American Language Center، تتعلم فيه اللغه. هو شويه طالع في الثمن. انا قبل ما ندخل American Language Center كنت كنقرا في هذوك المدارس العاديين ديال دوك اللوكال، المدارس اللي بحال الاكتاب وديك المدرسه، اي مدرسه تتعلم لونجلي. يعني ما جيتش وتلاحيت ALC. علاش؟ ماشي ذكاء مني، ولكن انا غنوك علاش ماشي ذكاء مني، لان فاش دخلت ALC ما حطونيش في النيفو طايح، ولا حطوني في نيفو طايح غتخلص بزاف. المهم فهمتوا الصوره دابا. انا نحاول نشرح لكم من الاول. انا بديت كنقرا في هذوك المدارس العاديين، يعني طورت من النيفو ديال اللغه ديالي واحد شويه. باش نهضروا على اللغه راه خاصك تكون كتعرف تكتب، كتعرف تقرا، كتعرف تسمع، وكتعرف تهضر بالونجلي. اللغه كتقتسم بزاف الناس على حساب انت شنو بغيتي دير بالونجلي. غتقول لي علاش كيفاش بغيت ندير بالونجلي، انا تصنت لي مزيان. الا كان الهدف ديالك تجي غير ميريكان وغير تعرف كيفاش تهضر مع الناس، راه خصك غير سبيكين وليسنين. ما غتحتاج مثلا رايتين و رايتين هربات ليا. المهم غتحتاج غير سبيكين وليسنين، يعني غتحتاج غير تسمع وغتحتاج تهضر. ما غتحتاج هذوك ستيلز الاخر. يعني ما كاينش لاش تحط واحد الجهد كبير الا كنتي عارف راسك جاي قرعه، ما كاينش لاش تحط واحد الجهد كبير في الرايتين. هو مزيان الرايتين، مزيان يكون عندك، ولكن خصك تعرف الرايتين فاش غادي ينفعك. الرايتين يقدر ينفعك الا بغيتي مثلا تكتب شي ايميل، خدام شي شركه، شي حاجه بحال هكا. يعني ما غينفعكش بكثر ما غينفعك سبيكين ولا سنين. حاول الانسان يبازي عليهم بزاف، لان الا بقيتي تبازي على رايتين ها انت بلاتي. انا راه تلفت شويه. عندنا سبيكين وليسنين ورايتين، الرابعه هربات لي، ولكن راه فهمتوش بغيت نقول لكم. الا شي واحد يصحح لي في الكومونتير باش تعرفون علاش كنت نهضر. يعني في ميريكان غتحتاج غير تهضر وتحتاج تسمع، ما غاديش تحتاج ستيز بزاف. انا فاش بديت كنقرا صراحه بازيت عليهم بربعه، لاني ما كانش الهدف، ما كنتش عارف راسي انا غادي ميريكان. فاش بديت كنتعلم لونجلي كانت عندي فكره اني نتعلم، اني نمشي ميريكان، ولكن ما قريتش لونجلي حيت كنت عارف راسي غنمشي لميريكان. مو انا بحال غادي نختصر على الطريق واحد شويه. كنهضر على الناس اللي عارف راسهم جايين ميريكان يبازيو غير على سبيكين وليسنين باش ما يضيعوش الوقت في الجرامار والباست تنس. بحال دابا هنا في ميريكان انا حيت انا قاري لونجلي، الميريكانيين براسهم كيغلطوا في شي حوايج في الجرامر بزاف، كيغلطوا فيه بزاف واحد نسبه كبيره. وماشي كيغلطوا فيه لانهم ما عارفينش، ولكن بحال ديك الدارجه ديالنا حنايا، فهمتيني؟ بحال دابا العربيه ديالنا حنا كلمه واحده تخرج منها بزاف المعاني. المهم فهمتوش بغيت نوصل لكم. ALC ماشي هو اللي غيعلمك لونجلي 100%. ALC غادي يحطك مع ناس اللي باغيين يتعلموا لونجلي، ولكن ما نصحش بنادم اللي نيفو ديالو طايح واحد شويه يمشي ALC. نوك علاش؟ لانه اول حاجه غيخلص فلوس بزاف في ALC. فاش كنقرا فيه في 2018 راه كان ب 1350. دابا راه يمكن سمعت توصل 1500 على ما اظني، انه هو شويه غالي، شويه دولوكس، فهمتي؟ حيت كنقراو اساتذه تما ديال الامريكانيين الى اخره. يعني انا نصيحتي الانسان يقرا في مدارس صغار
تيشوف النيفو ديالو طالع واحد شويه، عادي يقدر يمشي ل اي سي لانهم غاديين يديروا ليه تيست. ولا داروا ليه تيست وحطوه في نيفو مثلا بيدينر 1 ولا بيدينر 2 غطول على الطريق بزاف. غطول على الطريق بزاف شنو يعني بغطول على الطريق بزاف؟ كل ليفل غتولي تخلص عليها الثمن اللي انا قلت لك دابا 1500 درهم ولا مع 1450 شي حاجه بحال هكا. يعني كون سمارت ودخل شي مدرسه اللي عاديه تعلم فيها لونجلي، مدارس ديال 170 درهم 200 درهم ما عرفتش شحال ولاو دابا بالضبط، نيت منها الاخوان يدونا شحال ولاو الثمن ديالهم. دخل تعلم فيهم حتى تشوف راسك النيفو ديالك بدا كيتحسن بلونجلي، عاد باش سير الاي ال سي. ما تجيش تمشي الاي ال سي لانه غيحطوك في واحد نيفو طايح بزاف، وكل نيفو غتنجح فيه غتعاود تخلص عاوتاني 1500 غتجي تلقى راسك طيحتي بزاف. السؤال ديالي انا بادر في اشمن نيفو حطوك في اي ال سي. انا كان عندي نيفو شويه صراحه مزيان، حطوني في انترميديات 1. انترميديات 1 صراحه اش غنقول لك صافا وماشي صافا يعني كومين، ولكن ما بريباريت التيست اللي كانوا حاطين لي تما. كون بريباريت التيست كنت نقدر نطلع للانترميديات 5 6 ومن تما تمشي للادفانس. فاش كنقول لك اي ال سي عاوتاني خصك تعرف اي ال سي ماشي بحال المدارس الاخرين. اي ال سي فيه كلابس، فيه مثلا سبيكين كلاب، فيه رايتين كلاب، يعني فيه دي كلاب زوينين كيخليك تلقى مع بنادم اللي تا هو باغي يتعلم لونجلي. وهادشي كيعاون بزاف الى خصوصا كيتو داك النيتورك. بحال مثلا سولت شي الناس اللي لاباس عليهم علاش تيدي ولادهم كالج، قلت انا ما تنديش ولدي باش يقرا، تندي ولدي غير باش يدير النيتورك ديالو، باش يعرف صحاب، باش يعرف هذا باه فلان هذا باه فلان الى اخره. فهمتوا المعنى؟ يعني باختصار كتمشي لاي ال سي باش دير واحد نيتورك ديالك مع بنادم، تتعرف على هذا تتعرف على هذا. وفعلا درت صحاب بزاف وكنهضروا بلونجلي بزاف كنخدموا بلونجلي بزاف، يعني شي حاجه من هذا الشيء. كنخرجوا مجموعين، يعني كانت لونجلي بحال لونجلي اللي كانت جامعانا. هادشي اللي عاودت لكم عليه راه كان في 2018. دابا بغيتكم ديروا بالكم انا الوقت بدلات، دابا حنا في 2025 وما انا قريت من 2018 2020 كما كان الحال. راه دازت المينيموم، دازت 5 سنين من 2020 ل 2025، دازت 5 سنين لان حنا حبسنا مع كوفيد وصافي ما بقيناش كنكملوا. شو تبارك الله هاد الشجره هادي شفتي فاش طايحه، درنا حتى هي نوريها لكم. يعني الوقت بدلات، فاش كان الوقت بدلات دابا ولا الاي اي ولا تشات جي بي تي ولا دي زابليكاسيون اللي كيعلموك الامريكان اكسنت، اللي حنا ما كانش شي واحد يقدر يعلمك الامريكان اكسنت لانها ما تتعلمش ببساطه، ما تتعلمش اش غنقول لك تكتسب. هذا هو الكلمه الصحيحه. ما يمكنش شي واحد غيعلمك الامريكان اكسنت، واخا ميريكاني براسو ما يقدرش يعلمك الامريكان اكسنت لانها تكتسب. كيفاش بادر تكتسب الامريكان اكسنت؟ الامريكان اكسنت تكتسب بعدد ديال الافلام الامريكانيه كتفرج فيهم وكدير بوز وكتعاود موراهم، كتعاود ثاني كتزيد تولي عندك الامريكان اكسنت. فاش كتقرا كتوبه كتحاول تدخل الامريكان اكسنت، شي حاجه من هذا القبيل. واحسن حاجه هو تسمع، واخا ما كتفهمش. حتى حنا في الاول كنا ما كنفهموش، لان هذيك المرحله اللي كتقرا ولا كتسمع شي حاجه وما تتفهمهاش راها بارت اوف ذا ليرنينغ بروسيس. يعني خسر ضروري تسمع واخا ما تتفهمش، خلي الفيلم يدوز ولا خلي الكتاب يتقرا، شي حاجه بحال هكا. انا عارف نتوما راه تبارك الله ذكيين وغتكونوا فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم. الحوايج الاخرين اللي بغيتكم ديروها بالنسبه لونجلي وبالنسبه للغه بصفه عامه، حاولوا ديما تدوروا راسكم بناس اللي فاهمين في لونجلي شويه. وانا عطيتكم واحد نصيحه زوينه بزاف للناس اللي بغى يطور من لونجلي وما ما عندوش وقت المدرسه، ما يقدرش يمشي يقرا، ما يقدرش يدير هادشي. غتقول لي يقرا وكان ما خدام، يعني عنده غير الويكاند تيخرج فيه مع صحابه. هذيك الويكاند تخرج فيه مع صحابك، عندي لك لها واحد الحل. غتمشي لجوجل ولا غير دابا غير في واتساب، الاي اي ديال الواتساب، وغتقول ليه give me 5 topics to discuss. غيعطيك 4 المواضيع باش تدوي بها.
يقدر يعطيك مثلا كوميونيكيشن، يقدر يعطيك لايف، يقدر يعطيك الجوفرمنت، يقدر يعطيك الارض يعني الكره الارضيه. المهم هادو مواضيع تناقش. وغتجمع 3 الدراري ولا 4 الدراري ولا شوف نتوما شحال، قول لهم شوفوا الاخوان دابا غنهضروا على هذا الموضوع هذا. فور اكزامبل كوميونيكيشن، غتقول انت مثلا عرف لي كوميونيكيشن بحال هكا، وهو غادي يبدا يقول لك بلوندلي، هو خاص ضروري يهضر بلوندلي، والانسان يحاول ما يحشمش ويكون سيريس. لان هذا البلان تيطرا لي كاينوا صحابي هنايا ما تيكونوش عارفين لوندلي، اللي بغا يهضر معايا بلوندلي ما تجيني في الشتا نهضر مع واحد شتا نهضر مع العربيه ونهضر مع بلوندلي تجيني شويه في الشتا، ولكن راه درناها راه تدار. واهم حاجه الانسان ما يحشمش، يعني ما تيجيش حشم تقول انا غنحشم ما غنعرفش، لا. الى راه دالت 2 ولا مع 3 الاثنين لا يتعلمان، هذاك اللي تيحشم الخجول والمتكبر هادو ما تيتعلموش. وحنا الحمد لله ما كانش فينا هادشي، ما كانش فينا الخجل فاش تيجي التعامل، ما كانش فينا التكبر، عمرو كان فينا وعمرو غيولي فينا، لان الا كان في الخجل والتكبر ما غتعلم حتى شي حاجه. باش نختم هذا الفيديو هذا، اللي بغى ال ALC ياخذ معلومات جداد، يعني معلومات يعني الليتست ابديت، يمشي لعندهم. راه كاينين في شارع مولاي يوسف، راه معروفين تماك، راه جاو حدا شارع اونفا، ولا ما عرفت في شارع اونفا، حدا شارع اونفا، هما جاو في شارع مولاي يوسف، الشارع اللي تيدور من جهه اونفا، جاو حدا القنصليه ديال ميريتان. سبحان الله كنت ندوز بحدا ميريتان، شي نهار غندخل هاد القنصليه ديال ميريتان وداك الشيء اللي طرا سبحان الله العظيم. هادشي اللي كاين. فيديو خفيف ظريف، ما بغيتش نطول عليكم. تهلاو ليا في ريوستكم، وما تنساوش ديروا لي جيم ولايك وتفالو لي الانستغرام ديالي. يلا بسلام عليكم.